واخيرا اخدت فيزا شنجن مدتها سنتين. يعني ده مشوار طويل جدا، بس تعالى اقول لك ازاي تقدم وتاخد فيزا مدتها سنتين. عشان تاخد الشنجن مدة طويلة لازم تثبت السفارة اللي انت بتقدم معاها. فلو قدمت مرة مع ألمانيا تفضل مقدم كل مرة مع ألمانيا، حتى لو هتسافر فرنسا، حتى لو هتسافر أي حتة تانية. دي الميزة لما بتقدم مع نفس السفارة كل مرة، بيديك إمكانية إن هو يعمل لك أبجريد للمدد بتاعة الفيزا. الفيزا اللي أنا خدتها سنتين دي بعد خامس مرة آخد الفيزا من ألمانيا. أول مرة أخدتها في 2018، بعد كده قدمت في 2022 وكان البرنامج مدته أسبوعين وادوني الفيزا لمدة 6 شهور. بعد كده قدمت تاني ادوهاني 6 شهور، قدمت تالت ادوهاني 6 شهور، فكتبت لهم جواب قلت لهم بقى أنا عايز الفيزا لمدة سنة، ادوني الفيزا لمدة سنة. وبعدين قدمت جواب تاني السنة اللي بعدها إن أنا عايز الفيزا لمدة سنتين، ادوني الفيزا لمدة سنتين. بس عشان برضو تبقى عارف، أنا أغلب الفيز اللي قدمتها كانت بيزنس، هي ما بتفرقش سواء بيزنس أو سياحة لأن هم بيبقوا نفس التايب. واعرف ناس كتير جدا قدمت على فيزا السياحه مره واثنين وثلاثه وكانت برضو بيتعمل لها ابجريد كل مره وهي بتقدم على الفيزا.